ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بص انا عملت فيديوهين عن التفاوض للي متابع يعني. هنا بقى الكلام في العربيه بالبلدي البسيط خالص للي عايز يفهم الموضوع بالايه؟ بالراحه كده يعني. هو الفيديوهين، الفيديو الاول كان بيعرفك الفرق بين التفاوض والبيع. لازم تعرف الفرق ده. البيع قايم على الاقناع، انك تقنع حد بحاجه، معاك منتج وهو عنده النيد، او انت بتسير عنده النيد او بتكتشف عنده النيد علشان تقنعه بالمنتج ومزاياه ان هو مناسب ليه. التفاوض مش كده خالص. التفاوض انت عندك اتنين مختلفين في الاهداف. انت عندك هدف واللي قدامك عنده هدف مختلف عنك. انت عايز تبيع عربيتك ب100,000، هو عايزها ب70. انت عايز تديله خصم 50%، هو عايز 60. فهمت الفكره؟ فطول ما في خلاف كده بين الطرفين احنا بنحتاج في حاجه اسمها التفاوض او النيجوشيشن سكيلز. طيب ايه اللي انا عايزك تطلع بيه بقى من الفيديوهين دول؟ الاولى اللي هي الفرق بين البيع والتفاوض. الثانيه عايزك تفهم ان انواع التفاوض هما نوعين مشهورين جدا. في نوع اسمه سنجل ايشو، اللي هو بتتفاوض على حاجه واحده بس، بيسموه فيكسد باي، يعني تورتايه واحده واتنين بيتخانقوا عليها. بيسموه ديستريبيتيف، يعني توزيعي، يعني كل حاجه انت هتكسبها اللي قدامك هيخسرها. يعني ايه بالراحه برضو خالص؟ يعني انا عايز ابيع عربيتي ب100,000 جنيه واللي قدامي عايز ياخدها ب90,000 جنيه. كل 1000 جنيه هتضحي بيه في التفاوض اللي قدامك هيطلع كسبان بيه اكتر. طيب هل النوع ده حلو؟ هو مش حلو ووحش. النوع ده في بعض الاستخدامات ليه، زي ما يكون فعلا بتتفاوض على سنجل ايشو ما فيهاش اكتر من كده، هي نقطه واحده بنتفاوض عليها. في الحاله دي انت مضطر ان انت تستخدم النوع ده. النوع ده بيسموه وين لوز. طيب امال ايه النوع الثاني بقى في التفاوض؟ النوع اسمه انتجريتيف، اسمه تكاملي. يعني الاتنين اللي بيتفاوضوا مش بيتفاوضوا على نقطه واحده، ده يكسب ده يخسر، لا خالص. بيتفاوضوا على ان هم يكبروا التورتايه دي ويخليها كبيره، فالاتنين يطلعوا مستفيدين. تعال اديك مثال. انا على فكره بحب اتكلم في العربيه علشان العربيه بتبقى بحس ان انا بتكلم معاكم فيها بعيد عن الرسميات والفورماليتي بقى بتاعت الشغل يعني. لما تيجي تتفاوض مع واحد وبيقول لك انا عايز خصم مثلا 60% وانت عايز تديله 50%، ده كده سنجل ايشو ومزنوقين النوع الاول. طيب ايه رايك لو احنا خلينا التفاوض على 4 نقط، على 5 نقط، على طريقه التسليم، على ميعاد التسليم، على طريقه الدفع، على الكميه، على الخصم، على كل حاجه من دول. فرصتك بقت اكبر بكتير ان انت تتنازل عن نقطه منهم او حاجات منهم، وبالتالي ما تخسرش الحاجه الاساسيه اللي انت رايح تخطط فيها. انا يا عم هتسهل معاك في الكميه، خد الكميه اللي انت عايزها بس ما تنزليش في الخصم. انا يا عم هعمل لك تسليم سريع جدا بس ما تنزليش في الخصم. انا هديك سيرفيس اعلى، كواليتي اعلى، بس ما تنزليش في الخصم. انا هديك اوبشن في الدفع، في البيمنت تيرمز بتاعتنا هتدفع 50% داون بيمنت وال50% بعد مرحله، بس ما تجريش على ده. يبقى انت علشان تتفاوض وتنجح في التفاوض يفضل ان انت تحول اي نوع من انواع اللي هي الديستريبيتيف دي اللي بنتخانق على نقطه واحده وتبدا تخليه تفاوض تكاملي انتجريتيف. يعني ايه؟ يعني خلي تفاوضك اللي قدامك بيقول لك يا 60% بلاش، قول له طب معلش اركن النقطه دي على جنب دلوقتي، ما تيجي نتكلم في الكواليتي، ما تيجي نتكلم في طريقه الدفع، ما تيجي نتكلم في النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي. عملنا 5-6 نقط، وبالتالي هيجي يقول لي لا دي وحشه ودي وحشه ودي وحشه، فاقول له طب اوكي يا عم انا هتنزل لك عن دي لا ما اقدرش اتنازل عنها، دي ماشي ممكن يمشي امورها، بس في الاخر خالص هطلع توتال باكج كسبان وهو هيطلع برضو توتال باكج كسبان. يبقى الموضوع وين وين. امتى يستخدم التكنيك ده؟ لما يبقى عندك فرصه تعمل اكتر من نقطه في التفاوض. خلي بالك بينصح بالموضوع ده كتير. لو مش عايز تخسر تفاوض حوله من توزيعي او ديستريبيتيف او التورتايه الثابته اللي اتنين بيتخانقوا عليها دي، وخليه تكاملي علشان تقدر تطلع بمكاسب من الموضوع التفاوض ده. دول الفيديوهين اللي احنا اتكلمنا فيهم. زي ما قلت لكم الكلام في الفيديوهات ده طبعا تكنيك معين وشغل معين وفورماليتي معينه، لكن الكلام في العربيه هنا للبلد يا باشا. ما تقوليش بقى انجليزي، ما تقوليش بقى انا عندي مشاكل مش عارف في ايه، انا بقى اكلمك على الارض، واحد صاحبك هو بيكلمك وبيبسط لك الموضوع خالص. السلسله لسه طويله وهنتكلم فيها في التفاوض، بس عايز اقول لك لازم تطلع معايا بالنقطتين دول، تفهم كويس الفرق بين البيع والتفاوض. والنقطه الثانيه
انك تعرف انواع التفاوض، النوع ده والنوع ده، وازاي نحول النوع ده للنوع ده. لو انت ماشي معايا كده استنى باقي الفيديوهات اللي جايه في التفاوض، وان شاء الله نقدر نكمل فيها سلسله. واحب افكركم ان كورس التفاوض موجود بالكامل على سكيل زون ابلكيشن للي حابب ياخد كورس التفاوض، طبعا بشكل تفصيلي اكتر من 12 ساعه، غير اللايف والانتراكشن اللي فيه كمان زياده عليهم، فتقدر تاخد الكورس نفسه كمان. وموفقين دايما باذن الله.